مصلحة للمساعدة الطبية الاستعجالية، ومصلحة للتصوير الطبي، ومختبرات لعلم الأحياء الدقيقة والجراثيم والكيمياء الحيوية وعلم الدم والتشريح المرضي والخلوي والوراثة البشرية والوراثة الخلوية والطباعة ثلاثية الأبعاد ومعدات طبية. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة يتوفر أيضا على جناح مركزي للعمليات الجراحية ب 31 قاعة، مجهز بمعدات وتجهيزات من الجيل الجديد وبنظام تسيير معلوماتي بالكامل، كما يحتوي على صيدلية استشفائية مركزية يعتمد تدبير على نظام معلوماتي مندمج، ما يمكن من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدلية عبر روبوت التخزين والتوزيع على المريض بمختلف المصالح الاستشفائية، بالإضافة إلى فضاءات للتنشيط العلمي البيداغوجي والتكوين، وقاعة كبيرة للمؤتمرات، ومهبط لطائرات الهليكوبتر، ومرافق تقنية وإدارية. لبنة جديدة تعزز مسار التنمية المستدامة بجهة طنجة طوان الحسيمة، وتسهم في عملية تطوير وتحديث منظومة الصحة الوطنية، كما تقدم دعما كبيرا للجهود الرامية إلى تعزيز وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتقريبها من المواطنين. المركز الاستشفائي الجامعي الجديد يتضمن أيضا متحفا لحفظ الذاكرة يزخر بباقة من الصور والمؤلفات والأدوات العلمية التي تكشف للزائر عن التطور التاريخي للبنيات التحتية الاستشفائية على مستوى الجهة.